لما تيجي تسال حد وانت تايه في الشارع، اسال 4 اشخاص، ما تاخدهاش من اول واحد يعني. ها، يعني مثلا انت دخلت على واحد هتلاقيه يقول لك يتوهك بقى، يقول لك اطلع يمين شمال، اطلع فوق، انزل تحت، انزل تحت الارض، تمام، هيتوهك جدا. وده الراجح اللي بيحصل. تمام. فانت هيبقى معاك 4 اشخاص، اول واحد ده اركن، ده فيستك، ده مش ده هيتوهك. تمام. تاني واحد بقى اللي هيبعتك لواحد تاني، وبالتالي التاني هيبعتك لتالت، والتالت هيبعتك لرابع. ده برضو فيستك، ما تاخدش من الوصف بتاعه، انت حر، انا قلت لك وخلاص. تمام. اسال مجرب بقى. التالت بقى، ها، ده اللي بقى ايه مشكوك فيه، ده اللي بيبقى عايز يعمل فيها بقى الايه، اللي اسمعش كلام حد الا انا اللي بص، انا اللي هدلك. اوعى بص، القهوه كلها دي ما تعرفش حاجه، المحل ده ما اعرفش حاجه، انا بس اللي اعرف. وده طبعا الكثير من حال الناس، ده ابعد عنه برضه. مهما حلف، لو حلف لك على المصحف ان الشارع اللي انت رايحه اهو والله، والمصحف الشريف هو ده اللي بيبقى عامل فيها ايه الفزلوكه بقى، اوعى تسمع كلامه، ده هيتوهك وش، ده هيتوهك وش. الرابع بقى، طبعا انت جربت واحد واثنين وثلاثه، طبعا الرابع انت هتفقد الثقه فيه، هتقول يعني معقوله هو الراجل ده هو ده بقى، هو ده الحصان الاسود، هو ده اللي هيدلك على كل حاجه. في الغالب يعني هتلاقي راجل قاعد كده عامل كده، طبعا متكئ، تقيل، مش سهل. ده خش عليه، السلام عليكم يا حاج، هيهزلك راسه ويقول لك عليكم السلام يا ابني، اتفضل. لو سمحت الشارع الفلاني اللي انا رايحه ده فين؟ اول ما هيبص لك كده اعرف ان الراجل ده عارف. هي بص يا جماعه، هي بتبان، هي في لمعه كده في العين تبين لك ان ده عارف المكان. ما انت لازم يبقى عندك استبصار بقى، وراجل عندك ايه، علم الفراسه، يعني المفروض تبقى ماشي بكتاب وانت راح تسال. تمام. تشوف الراجل ده عنده الفراسه بتاعت الحته دي ولا، يعني هيدلك ولا. تمام. ما تاخدهاش من اول مره كده، خطر، خطر جدا. انت ممكن تتوه، عندك مشاوير كتير حول الله. تمام. وده حال ناس كتير جدا. طبعا وانا مريت بالتجارب دي، يعني وانا واحد منكم يعني، وانا غريب. ده بقى اللي هيقول لك خد يا ابني، اول ما يقول لك خد يا ابني اعرف ان انت وصلت على طول. وصلت دي مش محتاجه، ده وصل خلاص، انت الف مبروك، انت وصلت المشوار بتاعك. دي معجزه، دي معجزه انك توصل بالطريقه دي. تمام. طبعا هتاخد لك بتاع ساعتين كده ولا حاجه في وسط الهيصه بقى، اول واحد وتاني واحد وتالت واحد. تمام. معلش، بس لقيته في الاخر، لقيته. تمام. احنا الناس دي بتبقى قليله جدا. تمام. هيقول لك خد يا ابني، تروح يمين شمال، تك 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 تك، لقيت نفسك وصلت. ها، اول ما توصل تعمل فرح، انت وصلت بالسلامه، انت الحمد لله على السلامه. تمام. يا ريت بقى كل واحد بقى، رساله للثلاثه اللي فاتوا، خليكم في حالكم. مش كل واحد يا جماعه يبقى عارف كل حاجه. اولا بيبقى ساعات الشخص اللي بيدلك ده، تمام، عايز يبين لك ان هو يعرف كل حاجه في اي حاجه. تمام. ثانيا ممكن الشخص ده ما يبقاش جدع ولا حاجه، هو عايز يبين لك ان انا اعرف، ان انا تمام. في نوع تاني من الناس، طبعا بيبقى فيه الجدعنه، اللي هو تعالى اقول لك انا اعرفك، تعالى بس اسمع كلامي، مالكش دعوه باللي هناك، ده هيتوهك. وانت حوالين ما بين الاتنين كده تحس ان انت عامل زي البصلايه اللي بيحدفوها للايه، او كره السله اللي هم عاملين يحدفوها لايه، من اللعيب ده للعيب ده. المهم يعني، بعد ما تاخد بالك من الشخص اللي هو مدعي اللي هو يعرف كل شيء، ده خد بالك. او انا بوجه له رساله ان هو انت ما تعرفش كل حاجه. يا جماعه في حاجه اسمها ما اعرفش، في حاجه. انا حد يسالني وانا ماشي في الشارع اقول له ما اعرفش، هتوهك لو عرف. طبعا في اللي بيبص لي كده بقى ازاي انت ما بتدلنيش، ودي طبعا غلط طبعا، وثقافه وكده. الشخص بقى اللي هو عايز يبين اللي هو الجدع، اللي هو تمام، يا عم انت جدع وكل حاجه بس هتتوهني، انت هتتوهني.
سيبني اوصل المشوار، حرام عليك، انت بتعمل فيها كده ليه؟ قول ما اعرفش وخلاص، هي ما اعرفش دي حرام؟ وبعدين اللي ما اعرفش يعرف يعني، مش كل حاجه احنا نعرفها. انا يا جماعه اول واحد جاهل في العالم دي، مش ما اعرفش، في حاجات كتير جدا جدا ما اعرفهاش. تمام، وبالتالي طبعا هعرفها بكره، اعرفها شويه كده. تمام. ثقافه ان احنا لازم نعترف ان احنا ما نعرفش دي حاجه كويسه، مش حاجه وحشه. تمام؟ فانا بوجه رساله لكل الناس اللي بتتسأل، خدوا بالكم يا جماعه، مش عيب ان احنا نقول ما نعرفش، مش عيب والله. بس دي كانت رسالتي، وده كان تجربتي في حته ايه، ان السؤال في الشارع عن المكان اللي انت ما تعرفه. تمام، يا رب تكون استفدنا.